وانت سالم. ثاني الدهمشي قواك الله. هلا وغلا وصح لسانك. ثاني الجمهور أحيانا يخذل الشاعر بالتصفيق. لا والله ما يخذله، بس هو إذا صفق يعطيه دافع، ولا هو ما يخذله بالنهاية. أنا حسيت أنك كان ردوا عليك. سؤالي يا ثاني، حسيت أنه كان ودك أنه الجمهور يصفق عند أبيات معينة، مثل مبدأ ثابت شف الوقت برياحه ما قدر للجذع كسر من قصوره. سكت، طبعا ما صفق الجمهور. لذلك أنا سألتك عن السؤال. مرات يكون الشاعر عنده إحساس أنه هذا البيت يستحق التصفيق. صح. عموما نتكلم عن النص. ثاني الدهمشي 4 سنين يمكن تشارك معنا، صح؟ أو ثلاث يعني الثالثة ثابتة والله إن شاء الله. كان إصرار إلى أن وصلت إلى شاطئ الراحة من البداية، وأنت كنت للأمانة تستحق أنك تجلس على هذا الكرسي. هذا النص اللي أمامي نص شاعر محترف، شعر متمكن. بناء القصيدة اعتمد على شاعرية فذة مميزة. أعتقد أن ثاني الدهمشي لا يشبه أي شاعر آخر. اختلافك مع المجتمع أو مع الساحة الشعبية يعني كانت في أبيات تتكلم عن واقع أنت تعاني منه. دلت نيوتن على المجد تفاحة طاحت وكانت ولادة الغانونة، كأنه مبدأ ثاني الدهمشي في الحياة. أبيات جميلة. الربط عندك كان جميل جدا. ناس رغم القلب الجود مسكونة، وانتقلت إلى بيت آخر. ليه يا وردة تكونين فواحة وانت بروض قفر ما يمرونه. الربط الجميل بين الفكرة في البيت اللي قبلها أردفت عليها أو أكدتها أو ثبتها في الصورة الثانية. شاعرية تجلت في هذه الأبيات بشكل ملفت للانتباه. أنا لا أستغرب هذا التميز وهذا الإبداع من ثاني الدهمشي، وعسى الله يوفقك. الله يطول ثاني، شكرا على هذا النص. لم تضعف أي كلمة في هذه القصيدة دون أن تدخلها في الشعر، منذ الكلمة الأولى هام قلب إلى الآخر والهقاوة عند الآمال مرهونة. كل هذه القصيدة تضمنت الكثير من الشعر وانبثقت من خلال الخيال الشعري الجميل. الموضوع اللي موجود هنا في جمال تطوره، أنه ابتدأ شخصيا يعني بالحديث عن الذات في المقدرة الشعرية وإلى آخره، وانتهى بصورة إنسانية عندما تحدث الشاعر عن الفقر وعن الحرمان وهكذا. الموضوع انقسمت القصيدة إلى 4 موضوعات، وهذه الموضوعات ترابطت فيما بينها بحيث لم نشعر بفجوة بين الموضوع والآخر. وبرز في هذه الموضوعات أن الشاعر يفضل أن يكون الشعر ملتزما بقضايا المجتمع وما فيه من مشكلات، أن الشاعر يجب أن يكون رائدا في التصدي لها وحلها. أريد أن أشير إلى أن الشاعر لم يترك يعني شيئا من أساليب البيان وأساليب البلاغة إلا وجاء به، حتى تلك الأساليب التي قلما ترد على ألسنة الشعراء، مثل مثلا التشبيه الضمني الذي جاء في بيت دلت نيوتن على المجد تفاحة طاحت وكانت ولادة لقانونة. جاء بهذا البيت كبرهان على ما قبله، وهذا هو التشبيه الضمني. كذلك التشبيه التمثيلي الذي جاء في الغدير ونخل تشكلوا واحة والفقير ولوعته مثلوا هنا في تشبيه تمثيلي جميل. أما الاستعارات التمثيلية والاستعارات المكنية والتصريحية وأنواع التشبيه فقد ازدحمت القصيدة بها، فجاءت القصيدة كجوهرة متكاملة. أشكرك عليها. الله يسلمك. مشكور يا ثاني، مشكور على هذا النص. ويعني ثاني في هذا النص أرى ثاني أيضا اللي أعرفه قبل ما يدخل قائمة 48 قابل اللجنة في المواسم الماضية: لم تغير مشيتك، ما لبست ثوب غير عن ثوبك اللي عرفناك عليه، قدمت الشعر الجميل. يا صديق الأمس في طارف الساحة أو عدو اليوم جو أمس وشلونه. يعني بيت ذكي، أنا أعرف أنك ترمي من خلال الحديث عن أشياء كثيرة. إلقائك يا ثاني كان جميل، وأرى في هذا النص اللي قدمت الكثير من الجمال اللي مزجت فيه بين البوح الذاتي
والفلسفة، وأيضا التجربة الموجودة في هذا النص، واللي بنيت عليه فكرة القصيدة اللي هي متماسكة من البداية إلى النهاية. وأنا أعرف الشعر شو يعني إرثاني، وأعرف أنك تكتب بوعي، وهو الوعي هذا الواضح موجود في هذا النص في أبيات كثيرة، والجمال موجود أيضا في أبيات كثيرة، منها قاد تايه في دجى الليل مصباحه، وتاه قايد تتبع أقدامه ظنونه. أيضا البيت تقول في مبدأه ثابت، شف الوقت برياحه، ما قدر للجذع كسر من غصونه. ثاني شكرا على هذا النص الجميل الراقي في طرحه أو في طرحك أنت للفكرة الموجودة فيه الزاخر بالشعر. شكرا وأتمنى لك التوفيق. الله يطول بعمرك يا أستاذ سلطان. شكرا لكم أساتذتنا. وثاني قبل لا تروح، شو رأيك نتابع وياك تفاعل الجمهور وتصويتهم لك على الشاشة؟ خلنا نشوف التفاعل ونشوف التصويت. 20%، 16% متوسط، 10% جيد، 74% ممتاز. تستاهل يا ثاني.